السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم شاهدنا مباراة المنتخب الوطني المغربي مع فريق الرأس الأخضر. مباراة ما كانت سهلة، كانت صعيبة بزاف. لأنهم كانوا لاعبين بالبلوك، فما قدرناش نخترقوا مربع العمليات ونسجلوا هدف، رغم أنه كان بإمكاننا نسجلوا. ربما هو العياء بزاف ديال القراءات اللي درناهم وما خرجوناش. فمن خلال الرأي ديال وليد الركراكي الناخب الوطني، عرفنا اشنا هما نقاط الضعف ونقاط القوة في المنتخب الوطني، وشنا هما الاسباب ديال هاد التعادل اللي بطعم الهزيمة اليوم، اللي ما كانش راضي عليها هو وما راضينش عليها حتى حنايا كمغاربة. ولكن راه مازال عندنا ثقة في الناخب الوطني وفي منتخبنا ككل. المهم وليد الركراكي قال في التصريح ديالو: احنا عارفين افريقيا ماشي سهله، الراس الاخضر خلقوا لنا مشاكل، شحال من مره داروا علينا هجومات مضاده. ما عجبونيش الدراري اليوم، للاسف ما احترمناش الخصم. لاعبين فاردين، لاعبين حنا في ارضنا وبين جمهورنا، من المفروض نكونوا احسن من هكا. كاينين بعض الاكراهات، منها الغيابات، منها عياء ديال اخر الموسم. بالحق ما خصناش نتخباو مورا هذا الشيء. في الشوط الاول كنا غايبين، في الشوط الثاني كان تحسن شويه، خلقنا فرص، كنتسنى رد فعل احسن من هكا في جنوب افريقيا. هدفنا هو كاس افريقيا وغادي نخدموا على هذا الهدف. ماتش اليوم انذار بالنسبه لنا وخاصنا نتعلموا بزاف ديال الحوايج. وقال مثلا لو كان ربحنا ب3-0 ما كنا غنستافدوا والو، ولكن هاد التعادل عطانا درس اللي هو اللي غيخلينا نخدموا اكثر على راسنا باش نحققوا الهدف المنشود اللي هو كأس افريقيا. فبسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة، وما تنسوناش من لي لايك عافاكم، وحتى لي كومونتير ديالكم زوينين. ولما لا، اللي دخل القناة اول مرة وبغى يشترك فمرحبا به، وتهلاو تهلاو تهلاو.